ثمة لاعبين عرب تألقوا وتركوا بصمات لا تنسى في ميادين كرة القدم عندما احترفوا في أوروبا، وهناك آخرون لم يكتب لهم الاحتراف الأوروبي لكنهم أيضا تألقوا وتركوا بصمات لا تنسى في عالم كرة القدم. هؤلاء لو قيض لهم الاحتراف لنجحوا حتما بامتياز. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أذكركم دائما بالاشتراك في القناة وتفعيل خدمة الجرس والملاحظات والكومنتات. كما قلت، هناك لاعبين لم يقدر لهم الاحتراف. في الماضي كان الاحتراف عربيا قليلا، خصوصا في بلدان المشرق العربي. يعني نذكر لاعبين مثل محمود الخطيب من مصر، طاهر أبو زيد، مثل جاسم يعقوب وفيصل الدخيل من الكويت، مثل ماجد عبد الله ومحسن جمعان ويوسف ثنيان من السعودية، وكثيرون غيرهم. لو قيض لهم أن يحترفوا لتألقوا حتما ولتركوا بصمات لا تنسى على كرة القدم العالمية. لكن نتحدث الآن عن جيل الألفية، الجيل الذي ربما عايشه معظمكم. من أبرز هؤلاء على سبيل المثال النجم المصري محمد أبو تريكة. أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب المصري، أفضل لاعب في إفريقيا والفائز بكأس الأمم وأيضا بدوري أبطال إفريقيا. الحقيقة حقق كثير من الألقاب أو تقريبا عديد الألقاب. تألق أيضا في كأس القارات، في كأس العالم للأندية. أراده أرسن فينجر في أرسنال، وبحث مورينيو في أمره، ولكن لم يكتب له لأكثر من سبب أن يحترف في أوروبا. هذا اللاعب الذي كان يلعب كوسط مهاجم، كلاعب مهاجم ثاني، الذي تألق في الكرة الثابتة، في ركلات الجزاء والضربات الحرة، الذي سجل العديد من الأهداف الهامة، خاض تجربة احتراف قصيرة جدا في نادي بنياس الإماراتي. والحقيقة أن الاحتراف العربي هو في نهاية الأمر استمرار لمسيرة اللاعب مشابهة لمسيرته في بلده، لأنه لا فرق كبير بين أن تلعب في مصر أو في الإمارات أو في البلدان العربية الأخرى. محمد أبو تريكة لو احترف في أوروبا لا أصبح حتما اسما عالميا. هناك عمر عبد الرحمن الشهير بعموري، الذي لعب للعديد من الأندية: العين الإماراتي، شباب الأهلي، الوصل، الهلال السعودي، الجزيرة، إلى آخر ذلك. أيضا منتخب الإمارات، وسجل العديد من الأهداف وصنع الكثير من الأهداف. الشهرة الكبيرة يا عمر كانت في تمريراته السحرية، التي وصفها البعض بأنها تمريرات عالمية المستوى، وليس في هذا أي مبالغة. عمر خاض تجربة تجريبية احترافية مع نادي مانشستر سيتي لعدة أسابيع، ولكن لم يكتب له أن يستمر فيها، وفضل أن يستمر في الاحتراف العربي. أثرت عليه إصابات، بالذات إصابة الرباط الصليبي التي أبعدته طويلا عن الملاعب وقللت من عطائه ومجهوده. لاعب آخر لو احترف لترك بصمة عالمية. عمر السومة المهاجم الدولي السوري، الذي بدأ مسيرته في نادي الفتوة في دير الزور في سوريا، ثم انتقل إلى القادسية الكويتي، ثم الأهلي السعودي حيث قضى 9 مواسم، ثم العربي القطري والذي فاز معه بكأس أمير قطر وسجل له هدفين في المباراة النهائية في مرمى السد. مهاجم هداف متكامل، طويل القامة ما شاء الله، يتميز بالكرات الرأسية، بالتسجيل بالقدمين، الكرات الثابتة من داخل ومن خارج منطقة الجزاء. يعني لاعب بالفعل قادر على أن يلعب دور الهداف المثالي رقم 9. سجل في مسيرته حوالي 250 هدفا أو تزيد، وكانت هناك عدة بحوث أن يحترف في أوروبا أو عدة طروحات، لكنه فضل الاستمرار عربيا، وربما لو ذهب إلى أوروبا لأصبح نجما عالميا. سالم الدوسري مهاجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، لاعب وسط هجومي وجناح، أيضا لاعب مراوغ، لاعب ذكي، لاعب دقيق التصويب، يتميز بإحراز الأهداف الصعبة وأيضا بالتمريرات الحاسمة. ربما أن أشهر أهدافه هو هدف الفوز للسعودية في مرمى الأرجنتين في نهائيات كأس العالم في قطر 2022 بالمراوغة والتصويب البعيد. أعير لنادي فياريال الإسباني في تجربة احترافية لم تكتمل، ولو احترف في أوروبا لأصبح واحدا من نجوم أنديتها. أكرم عفيف لاعب وسط هجومي وجناح، يلعب في نادي السد وفي المنتخب القطري، وفاز معه بكأس آسيا الأمم وشارك معه في كأس العالم في قطر 2022. لاعب يتميز ببراعته في المراوغة، بتمريراته المحكمة، بدهائه في التعامل مع الكرة، وإتقانه للتسديد. أعير في سنواته المبكرة إلى أكثر من ناد، في بلجيكا، في إسبانيا مثل يوبين، مثل فياريال، مثل خيخون وإشبيليا أيضا، لكنها كلها تجارب لم تكتب لها الاستمرارية لفترة طويلة، وربما أن التبكير في ذلك جعله يشعر بالحنين للعودة إلى قطر والاستمرار كمحترف مع نادي السد. كان بمقدوره بالفعل لو استمر في الاحتراف الأوروبي أن يترك بصمة واضحة. وائل جمعة
قلب الدفاع المصري الملقب بالصخرة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الذي فاز مع الطرفين مع النادي والمنتخب بالعديد من الألقاب والجوائز المحلية والقارية، أعير لموسم واحد لنادي السيلية القطري في تجربة احتراف عربية. ودائما أقول أن تجارب الاحتراف العربية ربما لا تختلف كثيرا عن الاحتراف المحلي، لأنه ليس فيها غربة بالمعنى الحقيقي وليس فيها اختلاف بين في المستويات. هذا المدافع لقب بالصخرة لصلابته الدفاعية وطول قامته وقوته البدنية التي كانت تمكنه من السيطرة على الأجواء وعلى الكرات المشتركة مع المنافسين في زمن ندر فيه المدافعون على المستوى العالمي وصار أكثر النجوم من لاعبي الوسط والهجوم. كان بإمكان وائل جمعة لو احترف في أوروبا أن يصبح من النجوم اللامعين في خط الدفاع وأن يستمر لسنوات طويلة في هذا الاتجاه. هناك أيضا اللاعب الجزائري الدولي بغداد بونجاح، مهاجم نادي السد القطري والذي لعب قبل ذلك لوهران واتحاد الحراش في الجزائر والنجم الساحلي التونسي. يتميز بطول القامة، بقوة البنية، بالتركيز الهجومي، مما يساعده على استثمار موهبته كهداف بالرأس والقدمين. رقم 9 حقيقي، سجل في مسيرته الاحترافية طبعا عربيا أكثر من 250 هدفا، ومنها 24 هدف للمنتخب الجزائري بما فيها هدف الفوز بكأس أفريقيا. كان بإمكان بغداد النجاح أوروبيا لو اتجه إلى الاحتراف هناك، وهذا متاح وميسر لنجوم الجزائر والمغرب العربي بحكم قرب المسافة وبحكم إتقان اللغات، لكن بغداد فضل الاحتراف عربيا وحقق نجاحا كبيرا في ذلك. طبعا الذين ذكرتهم هم غيض من فيض. أنا أتمنى أيضا أن تشاركونا بتعليقاتكم في الكومنتات وبآرائكم عن نجوم آخرين كان من الممكن أن يكتب لهم النجاح لو احترفوا في أوروبا، لأنني لن أستطيع أن أحيط بالجميع. كما قلت هناك أجيال سابقة فيها الكثير من المتألقين والأجيال الحالية أيضا لابد أن أقول بأن عدم الاحتراف الأوروبي بالذات لاعبي المشرق يعود لأسباب، منها خوف هذه التجربة، خوف خوض غمار تجربة الغربة الأوروبية. ربما لاعبي المغرب العربي أكثر شجاعة وتأقلما بحكم إتقان اللغة الفرنسية، بحكم القرب الجغرافي، بحكم التدرج. كانوا يبدأون من فرنسا، من بلجيكا، من هولندا، من البرتغال، ثم ينتقلون للدوريات الأكبر والدول الأكبر مثل إسبانيا وألمانيا وإنجلترا وإيطاليا. هناك أيضا البحبوحة المادية التي توفرها بعض الأندية العربية لنجومها، بحيث أن الإغراء المادي في الاحتراف الأوروبي لا يعود كبيرا أو يصبح الأمر متعلق فقط بخوض المغامرة أو الرغبة في خوض هذه المغامرة، وليس لتحقيق طموح مادي يتحقق للاعب في بلده بدون أن يتجشم عناء الغربة والبعد عن الوطن والأهل. الاحتراف أكيد يرفع مستوى اللاعب وينعكس على منتخب بلاده، لكن في النهاية هذا تحدي شخصي وقرار شخصي وشخصي جدا للاعب بنفسه. إلى اللقاء.